ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايبين فيديو من بتوع زمان، من بتوع التجميعات الجميلة، بس المرة دي هنعلى بالميزانية شويتين تلاتة أربعة، وممكن ده يبقى دي أغلى تجميعة نزلتها من أول القناة حتى الآن. هي هتكون تجميعة للناس اللي هي عايزة الهاي، عايزة اللي هي الإعدادات دايما تبقى ألترا مع 4K بقى 2K ريندر بقى، عارف انت؟ تجميعة تجار مخدرات نونو، فاهم؟ التجميع بتاعت النهاردة هيبقى سعرها من 50 ل60 ألف جنيه على حسب الأسعار. أنا مدي رينج 60 ألف جنيه و50 10 آلاف جنيه تاخد أسعار، بسبب إن أسعار الهاردوير مش مستقرة. ولو عايز تجدد حاجة هقولك على حاجات تضيفها في التجميعة دي. يلا بقى من غير رغي كتير نبدأ في الفيديو بتاعنا، بس قبل ما نبدأ يا ريت تدعمني بلايك وشير وسبسكرايب، ويلا نبدأ. نخش في أول وأهم قطعة بالنسبة لي، هو المعالج رايزن 5 8400 اف. بيجي ب 6 كورز و12 ثريد. البوست بتاعه 4.7، والبيز بتاعته 4.2 جيجا هرتز. طبعا ناس كتير تسألني انت ليه ما جبتش انتل والكلام ده كله، انت بيج فان رايزن وكده. لا 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 خالص. المعالج ده بيجي بمعمارية زين 4. زين 4 بالنسبة لي من أحسن المعماريات اللي أنا قابلتها في أي حاجة. الأيم دي عامة نافعة في كل حاجة حرفيا. يعني زين 3 كانت حلوة وكل حاجة، بس زين 4 قدمت أداء خرافي. طبعا لو أنت مهندس مثلا في الاي اي، أو مثلا مهندس كمبيوتر، فاهمني؟ المعالج ده حرفيا حرفيا هيسد في كل حاجة. لو أنت عايز تعمل مونتاج على ألترا 4K مثلا عادي جدا، مش هيقولك لأ. التجميع بتاعتنا قوية يا جماعة، التجميع بتاعتنا قوية، يعني مش مستهدفة الناس اللي عايزة تلعب على ميديم هاي، اللي عايزه تشغل العاب 1080. لا 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 خالص. دي للناس اللي عايزه تلعب 2K هاي 4K ميديم، فاهمين؟ 50 ألف جنيه أي نعم. ممكن تبان بالدولار قليلة شوية، لكن يعني هي غالية بالنسبة لمصر يعني. ونخش بقى في تاني قطعة معانا، والمذر بورد. هنجيب مذر بورد احترافية من ام اس اي بي 650 جيمنج واي فاي. زي ما انتم شايفين قدامكم المذر بورد دي مش محتاجة أي حاجة حرفيا. المذر بورد دي حرفيا حرفيا من أفضل المذر بوردز اللي نزلتها ام اس اي عامة. بس سلسلة البيع عامة أنا معجب بيها أوي، يعني شكلها بيبقى لافت جدا جدا. ده غير إن فيها 4 سلوت رام، وطبعا بيدعم السرعات العالية بقى الام دوت 2 الكلام ده كله، يعني الكلام الهري ده كله، فاهمين؟ فده هيبقى مناسب جدا للتجميع بتاعتي. تالت قطعة معانا عشان التجميع تبقى حلوة وجميلة ويعني جامدة، هنجيب الرام 16 جيجا من تيم جروب تي فورس دلتا ار جي بي دي 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 ار 5 32 جيجا. ناس هتقول لي ده كتير والكلام ده كله. لا 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 خالص. عارف ليه؟ لانك كده كده هتجمع وهتعمل وهتسوي، لازم تجيب اعلى حاجه. هتقول لي 32 جيجا كتير، اقول لك لا لا لا. تجمع 50,000 جنيه بتحتاج رام كتير ليه؟ لانك بتشتغل على تاسكات يعني جامده قوي، مش تاسكات عاديه. لا يعني انت لو انسان عادي وجايب 16 جيجا رام ده كده رايق. لكن بقى اللي هو 32 جيجا للناس اللي بتعمل تاسكات بقى وشغاله واخد بالك وفحت البي سي عامه يعني. ما اظنش ان واحد هيجيب بي سي ب 50 او 60 الف جنيه عشان يلعب عليه، بس ما اظنش يعني، الا الناس يعني واحد ستريمر، فاهمين؟ الكونتنت كريتورز، فاهمين؟ ممكن ده، لكن اي حد انسان عادي زيي وزيك مستحيل يجيب تجميع 50 60 الف جنيه عشان يلعب عليها. لا، في تجميعات انا عاملها ب 30 و20 و10000 جنيه ممكن تلعب عليها عادي جدا. يعني الجرافيك مش بيفرق قوي يعني زي ما انتم متخيلين في الالعاب يعني. طبعا انا ما قلتش سرعات الرام دي. الرام دي سرعتها 6000 ميجا هرتز. انا عارف ان هي هتبقى غاليه شويه. انا طبعا مش هقول اسعار، يعني للاسف يا جماعه انا مش هقول اسعار. انا جبت لكم التوتال ذات نفسه من 50 60 الف جنيه، مش هتزيد عن كده نهائي. للاسف للاسف انا مستحيل اقول اسعار، لسبب ان يعني الرام بالذات يعني مستحيل اقول سعرها، لان هي عامه المفروض بسعر معين مثلا، ولنقل 3000 جنيه مثلا يعني. هي بقت ب 6000 جنيه، يعني جنان، فاهمين؟ فانا مش هقول اسعار. انت خش وشوف مثلا على اي ستور عندك، اذا كنت من مصر الكويت السعوديه ايا كانت الدوله العربيه اللي انت فيها تشرفني. تمام. بس انت خش على الستورات عندك مثلا المحليه، السوق دوت كوم اللي عندك، فاهمين؟ اي حاجه خش دعبس كده وانت قاعد معايا وبتشرب كوبايه القهوه، شوف الامكانيات، شوف الاسعار كده. ونخش بقى على الوحش اللي بعده، اللي هو كارت الشاشه الذي ينتظره الكل، الار تي اكس 4060 تي اي، نسخة الام اس اي جي فورس يعني. النسخة دي من أحسن النسخ اللي أنا شفتها عامة. طبعا هو مكسور سرعته دي دي ار 6، أنا مش محتاج أتكلم على ال 4060. أنا عامة بحب سلسلة ال 40 من نيفيديا عامة، يعني تطورت بتطور جميل جدا بالنسبة لي. غير سلسلة ال 30. ال 30 كانت حلوة وكل حاجة، بس ال 40 فاهمين ضربت الضرب عامة في اللابات أو في البي سي، فاهمين؟ من افضل الكروت اللي انت ممكن تلعب عليها 2K و4K، وممكن تمنتج عليها على اي جوده انت عايزها. ولو شغال في مثلا في الجي بي تي عامه،
الAI عامةً يعني بأيًا كان الموديل اللي أنت هتعمله هيبقى مفيد جدًا ليك فاهمين، ده غير إن NVIDIA عامةً ضافت في الإصدارات بتاعة ال40 وال50 على ما أظن الميزات AI، فالموضوع ده هيساعدك لو أنت مهندس كمبيوتر فاهمني وفاهم في الAI وكده. نخش بقى في الكيس اللي هيشيل ده كله، كيس الAntix AK1000. طبعًا أنا هاحط لكم صورته وهاحط لكم اسمه بالمرة عشان ممكن أنسى أصلًا. الكيس دي بالنسبة لي من أفضل الكيسات، شكلها جميل جدًا، التهوية بتاعتها حلوة، كمان تحسها ريتش مع إنها مش غالية أوي، على ما أظن ب3، 4، 5000 جنيه يعني على حسب اللي أنت هتجيبه منه الصراحة يعني، بس هي مش هتعدي ال4000 جنيه على ما أظن يعني. المهم يا جماعة نجينا بقى مع الكيس دي الباور سبلاي المتين بتاعنا، الكولر ماستر 750 واط ال18 بلس برونز. طبعًا الباور سبلاي ده هيبقى كافي جدًا للكيس بتاعتنا وآمن بقى والحوارات دي كلها. وكمان ممكن لو عايز تطور كارت الشاشة، المعالج، أيًا كان، كده مش هيسحبوا أزيد من 600 واط في الكيس دي. بالنسبة بقى لمساحة التخزين، أنت لازمًا يكون عندك M.2 هارد عادي اللي هو العادي جدًا يعني، مش محتاج تجيب SSD في النُص. أنا هاحط لكم كذا شركة عندها M.2 حلو يعني. بالنسبة للناس اللي هتسأل بقى، أنت اللي هي جو ما بتقوليناش على SSD أو M.2 أو أي حاجة أيًا كان يعني مساحة تخزين حلوة كده، هاقول لك إن الأسعار في مصر في الSSD والحاجات دي كلها يعني في الstorage عامةً بقت ضربة، عشان كده مش هاقدر أرشح لكم حاجة واحدة. أنا هاحط لكم كذا شركة وتجيبوا منها. كده كلّهم نفس الأسعار، يعني كلّهم الفرق ما بينهم 200، 300 جنيه، كلّهم نفس الحاجة وكده. بالنسبة لي يا جماعة دي كانت التجميعة بتاعة النهارده، بس أنت لو عايز حاجة زيادة أو فشخرة أو كده ممكن تجيب كولر عادي جدًا من أي ماركة من أي شركة، مش هيزوّد معاك في الميزانية يعني، هيبقى في نفس الميزانية من 50، 60 ألف جنيه. كده التجميعة دي مستحيل تعدّي ال50 ألف جنيه بالنسبة لي، كان الوضع الحالي يعني مستحيل تعدّي ال50 ألف جنيه، بس يعني أنت لو عايز تجيب كولر بقى وتروّق على نفسك واخد بالك أو تزوّد حاجة، كده الميزانية مفتوحة معاك. المهم يا جماعة أنا هاسيبكم دلوقتي مع الbenchmark بتاع التجميعة كلّها، يا ريت تدعمني لايك، شير، سبسكرايب، ويالّا peace. أي سؤال عايزينه اكتبوا لي في الكومنتات.